السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج أسرار وخفايا. ضيفنا اليوم الكابتن محمد فاروق، الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الرئاسيين. أهلا وسهلا يا كابتن، منورنا ومشرفنا في أسرار وخفايا. اهلا بيك طبعا، وسعيد ان انا موجود معاك، وان شاء الله تكون بدايه خير للبرنامج ربنا يكرمك يا كابتن. وشوفك كده في اعلى حاجه موجوده في الاعلام. شرف لينا يا كابتن وجودك والله. شرف ليا يا كابتن. كابتن محمد، أول فقرة في البرنامج من وجهة نظرك. احنا بنحاول نعود الجمهور إنه يتقبل الرأي ورأي الآخر. من وجهة نظر كابتن محمد فاروق، أفضل 3 حكام في تاريخ الكرة المصرية بالترتيب. انت دخلت في قصه تانية بقى. لو عندك 3 مباريات اصعب من بعض ولازم تسند لهم 3، تسند لهم من بدايه التحكيم المصري لحد وقتنا هذا. لا طبعا كابتن محمد حسام. كابتن محمد حسام طبعا، ده حاج مصطفى كامل محمود برضو. مين؟ كابتن حسين فهمي. حسين فهمي. تمام يا كابتن. اكتر لاعب مشاكس في الملعب قابلته وانت بتحكم؟ احمد عيد عبد الملك طبعا. احمد عيد عبد الملك. فاكر موقف ليه طيب كده معاك في لا، هقول لك على موقف ظريف. يعني كنت بحكم الاهلي والزمالك في 2014، وانا كنت في الزمالك. كان السوبر المصري، وهو كان بيلعب في الزمالك، فانا كنت حريص ان انا اكون قريب منه، لان انا عارف احمد يعني بالرغم ان انا يمكن اشهرت ليه الكارت الاحمر كتير جدا، لكن انا بحبه على المستوى الشخصي، ولاعب كويس ولاعب كبير، نفذة ملعب بس. ومدرب حاليا مدرب كبير. فكنت كل لعبه معاه، فالحمد لله الماتش خلص ما فيهوش اي حاجه خالص. فبعدها باسبوعين كنت بحكم الزمالك والاتحاد في استاد اسكندريه، ففي الدقيقه 30 الجون واقع كده كان بيتعالج، فهو ليه بصه ظريفه كده وبتاع، فلقيته بيقول لي يا كابتن فاروق انا كان ليا فاول في اول دقيقه في ماتش الاهلي والزمالك. فبصيت لقيت لعيبه الزمالك كلهم اللي بيضحكوا، يعني احنا خلاص الماتش خلص. انت فاكر كوره في اول دقيقه؟ عايز اخد انذار في اول ماتش، في ماتش الاهلي والزمالك، مش في الماتش اللي هو بيلعبه يعني. انا عارف بقولك عايز اخد انذار على ماتش قديم. كابتن، لاعب بقى ما حسيتش بيه وانت بتحكم بقى؟ هو كان نجم، بس نجوميته دي ما اثرتش عليه في الملعب، كان ملتزم سلوكيا واخلاقيا وما بتحسش بيه في الملعب رغم نجوميته. ابو تريكه طبعا. فكره كابتن شهيره كده، كابتن قالوا ان هو واقع ومثل وبتاع، وكانت مع حضرتك في ماتش كان حرس الحدود تقريبا زمان قبل ما اخش القائمه الدوليه. اللعبه في الملعب كانت واضحه جدا ان هي ركله جزاء، بدليل ان مفيش حد اعترض عليها خالص، لكن لما شفتها بعد المباراه في التلفزيون، لا الكوره كانت بره منطقه الجزاء. بره منطقه الجزاء وانت حسبتها ضربه جزاء؟ وحسبتها، لكن انا شفتها، عشان كده بقول دايما عمري ما ندمت على قرار في حياتي. يعني انت بتحكم اللي بتشوفه، اللي بشوفه على طول، سواء هنا او هنا اللي بشوفه على طول، عشان كده عمري ما ندمت على قرار خالص في حياتي. افضل محلل اداء للتحكيم مع القنوات الفضائيه حاليا؟ لا، في كتير، خلينا بمنتهى الامانه يعني. انت كابتن 3 قنوات وعليهم 3 مختلفين. كلهم مميزين، يعني سمير عثمان مميز، كابتن احمد الشناوي، ياسر عبد الرؤوف مميز، جهاد برضو كويس، يعني كل المجموعه اللي هي بتحلل بصراحه يعني مميزين جدا. وجهه نظر كابتن محمد فاروق، السدات التحليليه لاداء التحكيم، اداره التحكيم ولا فاتوا؟ حاليا يعني مش هقول، يمكن الجانب السلبي اكتر منه ايجابي، بالرغم ان هم بيحللوا، لكن دايما الحكام كتير جدا ساعات بتفكر في القنوات الفضائيه تقول ايه، لكن اللي انا شايفه ان هي اضرت، ما نفعتش الحكام. افضل محلل اداء تحكيم على القنوات الفضائيه حاليا يا كابتن محمد؟ انا لسه قايل لك كلهم الاربعه موجودين مميزين جدا، يعني سمير عثمان، والكابتن احمد الشناوي، ياسر عبد الرؤوف، جهاد جريشه الموجودين حاليا، كابتن ناصر عباس برضو لكن بتقول وجودهم ضر اكتر ما نفع. مش هقول لك على حاجه، لا الحكام للاسف الشديد ساعات بتشغل بالها بالفقرات التحليليه للحكام، فده ممكن يكون بيسبب لهم اثر سلبي داخل الملعب. عشان كده دايما بقول لهم يعني انت ما تشغلش بالك بحاجه، تطلع قناه تقول عليك صح غلط، انت في الاخر محتاج رضا ربنا عليك. كابتن محمد فاروق، شايف من الظلم ان حكم ياخد القرار في ثانيه، وحكم سابق قاعد في استوديو تحليلي في التكييف يحلل الصوره 10 دقايق عشان ياخد قرار؟ شايف ده ظلم للحكم؟ في بعض الالعاب طبعا، في العاب صعبه بنقعد نحللها لوقت كبير جدا، وفي الاخر بنوصل لقرار، وساعات بنختلف كلنا على قرار. بنحلل يا كابتن عشان ننتقد ولا عشان نصلح اخطاء؟ ايه؟ بنحلل عشان ننتقد ولا عشان نصلح اخطاء؟ طبعا المفروض عشان نصلح اخطاء. المفروض دايما النقد للاصلاح، مش النقد للهدم زي ما بيتقال النقد الهدام. عشان كده لما بشوف حد يبدا يخش في قصه تانية، خلاص ده مش نقد، ما بعتبروش نقد، بعتبره تجريح. شايف يا كابتن حكم كان كويس بس ظلم نفسه، ما اهتمش.
كتير يعني. عايزين واحد كده حكم كان ظاهر وطلع طلعه كويسه، لكن هو اهمل في حق نفسه. كان حمدي شعبان. حمدي شعبان كان آه. حكم كويس فعلا. كان حكم كويس فعلا طبعا، لكن هو ظلم أهمل. نفسه في قضيه دخل فيها كده فتم دخل استدعائه. في مواويل وقصص وحكايات كده يعني، كنت اتمنى ان هو يكون بعيد عن الكلام ده كله خالص يعني. هو كان حكم مميز فعلا كابتن كان حمدي حكم شعبان، كويس ليه جدا كل طبعا التحيه طبعا طبعا. والتقدير طبعا والإحترام. كان حكم كويس جدا. حكم بقى كابتن كان كويس بس اتظلم فعلا. اتظلم. اه ما هو لو قلت انا على حكم اتظلم هيطلع 50 واحد يقول لك احنا اتظلمنا. فيعني من وجهه نظر كابتن محمد فاروق الحكم الدولي السابق وليس نائب رئيس لجنه الحكام. في حكام يعني كانت ممكن تكون جوه القائمه الدوليه، الله يرحمه مدحت عبد العزيز. مدحت عبد العزيز. طبعا كان مدحت عبد العزيز. طبعا كان حكم كويس جدا. اتظلم. واتظلم طبعا اللي هو ما دخلش القائمه الدوليه. شوف يا كابتن ان الفار والتكنولوجيا استفدنا بقى في مصر من وجهه نظرك. طبعا استفدنا طبعا. على الاقل بتقل الاخطاء بنسبه كبيره، ما بتنتهيش الاخطاء، لكن بتقلل الاخطاء. وزي ما قلت الناس ساعات بتبص للجانب السيء ان في اخطاء، طبعا بديهي. شوف هي شغاله في مصر قد ايه؟ ما فيش 3 سنين، لكن مع الوقت هتبدا تظهر بشكل اكبر واحسن. وده اللي احنا شايفينه بدليل اللي احنا السنه دي اسبوع ال 16 الحالات المؤثره في الفار لا تتعدى حالتين 3 طوال الفتره. شايف انه افاد التحكيم المصري؟ افاد التحكيم المصري، لكن انا على المستوى الشخصي انا غير مقتنع بالفار. يعني انا غير مقتنع. عايز يبقى في بعض الاخطاء اللي مش فيه. يعني عايز اقول لك على حاجه، متعه الكره تقصد؟ متعه كره القدم يعني اضرت بالمتعه. 1 2 بدات الحكام مش في مصر بس عامه انه بدا يعتمد على الفار. لا خلاص بقى عارف ان في في فار هيغطيه بره. عشان كده دايما بنقول لحكامنا انزلوا والعبوا. حصل بعض الاهمال من بعض الحكام الاعتماد على الفار. بيعتمد ان في فار، لكن دايما في مقوله بنقولها لهم: العبوا اكن مفيش فار. ما تحاولش تروح للفار، او يعني الحاله تستدعي فار الا تبقى حاله صعبه جدا. كده يا كابتن خلصنا اول فقرتنا وندخل على الفقره الثانيه، خفايا واسرار النجوم. اصعب مباراه للكابتن محمد فاروق؟ انا حكمت كل المباريات الصعبه اللي في الدنيا اللي انا حكمتها بصراحه. اصعب مباراه حسيت ان المباراه دي صعبه ونازل كنت يعني شايل همها؟ كانت مباراه اثيوبيا وجنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم، وكانت مباراه اثيوبيا وجنوب افريقيا. اثيوبيا وجنوب كانت مباراه صعبه جدا، لان كانت في مشاكل بيننا وبين اثيوبيا عشان موضوع سد النهضه، وكانت الدنيا متأزمه جدا. ويمكن السفير قال لي ان هم طالبوا لحكام مصر ما تجيش فيه خطوره على حياتهم. وكانت جنوب افريقيا برضو قلقانه في حكام مصريين موجودين، لكن عملنا ماتش كبير جدا. وكنت سعيد لما جماهير حوالي 100,000 في الاستاد بتمثل مصر طبعا. ايه؟ بتمثل مصر في المباراه دي. بقول لك قمه سعادتنا الجمهور استقبلنا بصفافير استهجان باسم مصر. بعد المباراه كانوا بيقولوا ايجيبت للاستاد كله، فكانت حاجه يعني اسعدتني على المستوى الشخصي. طبعا. كابتن محمد فاروق قرار خدته ندمت عليه؟ وعمري ما ندمت على قرار خالص. ما روحت كده مثلا حسيت انت ظلمت الفرقه دي او لا في خلاص اخدت القرار في ثانيه فانت مقتنع وراضي بيه؟ قلت لك دايما انا اللي بشوفه بحسبه، ما عنديش حسابات. بشوف لعبه في الملعب، ممكن اشوف لعبه ان هي مثلا جت في ايده، ممكن اروح اشوفها في البيت ما جاتش في ايده. انا خدت القرار على انهي. ضميرك ما انبكش في مره يا كابتن لما رحتش حسيت ان انت في قرار اخدته واثر على فرقه في ترتيبها في الجدول خالص او في خالص؟ اصل انا لو عملت كده يبقى انا شفت قرار وحسبت عكسه فاندم. عمره ما حصلت، عمري ما شفت قرار وانا لما حسبته. لحظه عدم تركيز لثواني في المباراه حصلت مثلا معاك فاخدت قرار؟ ما هي حتى لو في لحظه عدم تركيز انت شفت القرار بالصوره اللي حسبت عليها، فما كانتش بتعمل لي مشكله خالص. امنيه يا كابتن كان نفسك تتحقق وما اتحققتش؟ الحاجه الوحيده في التحكيم اللي انا ما رحتش كاس عالم. نفسك تتحقق بس ربنا ما نفسي اروح كاس عالم. الحمد لله عملت مباريات دوليه كتيره. ده انا عندي سجل بسم الله يعني الحمد لله رب العالمين. كم مباراه دوليه يا كابتن؟ انا عندي فوق ال 50 مباراه دوليه، يعني يقارب ال 75. عندي فوق ال 500 مباراه محليه ما بين دوري ممتاز ولعبت 3 سوبر ورا بعض. طيب. صعب حد. واهلي وزمالك 2 نهائي كاس مصر. طبعا من ضمن السوبر اهلي وزمالك. فالحمد لله رب العالمين يعني عملت تاريخ كبير لنفسي في اللي بلدي في الاول ولنفسي ثانيا. راضي يا كابتن يعني ما عدا هي كان تحكيم كاس العالم؟ طبعا ما قدرتش اوصل للموضوع، لكن حكمت ماتشات صعبه وماتشات كبيره. طب كابتن محمد فاروق حاجه حصلت معاك لحد دلوقتي انت ما قلتهاش لحد لكن ينفع تحكيها دلوقتي ان خلاص هي لو اتحكت دلوقتي مش هتاثر في اي حاجه؟ ما فيش يعني الحمد لله. كانت دايما
لو في حالات، في حاجات كانت بتبقى واضحه بالنسبه لي، وما كانش عندي في حاجه اخبيها يعني. كانت الامور ظاهره واضحه اكيد في بالنسبه سر لي. كده مثلا كنت محتفظ بيه لنفسك، ولو قلته كان هيحصل ضرر لشخص ما او هيحصل ضرر ليك انت، لكن ينفع تقوله دلوقتي. لا صدقني والله على المستوى الشخصي ما فيش والله خالص. نظر الكابتن محمد فاروق لجنه التحكيم، اللجنه الرئيسيه للتحكيم، اتغيرت عن نظر الكابتن محمد فاروق بقى اما بقى في اللجنه دلوقتي حاليا في موقع المسؤوليه؟ يعني انت وانت حكم كنت عليك اكيد في بعض الاعتراضات على لجنه التحكيم، لان ما فيش حد بيمشي 100%. نظرتك اتغيرت بعد ما بقت في موقع المسؤوليه؟ لا اتغيرت طبعا، لان لقيت الموضوع صعب جدا، مش سهل. وانا حكم كانت التمس الاعذار للجان اللي كانت طبعا موجوده وانت حكم. وحسيت ان وانا حكم، انا كل هدفي انا اللي انا ادور على نفسي، العب، اوصل، اروح واعمل. لكن في المسؤوليه انت مسؤول عن حكام مصر كلها، فالامور صعبه جدا جدا يعني. ما كنتش اتوقع ليها بالصعوبه، وخصوصا لما تبقى مسؤوليه كبيره في اللجنه. لا محتاجه شغل كبير، ومحتاجه تركيز، ومحتاجه تضحيات كبيره جدا. طبعا. طب يا كابتن، اكتر حاجه معترض عليها في الوسط الرياضي ونفسك تتغير؟ تعصب. تعصب. لان للاسف الشديد التعصب ده هو اللي خدنا لحاجات كتير قبل كده حصلت. سببه ايه يا كابتن؟ الاعلام؟ طبعا. مجالس الاداره؟ لا الاعلام الاعلام بمنتهى الامانه. الاعلام طبعا، خلي بالك، لان الاعلام ده بيتفرج عليه الصغير والكبير. بالرغم انت لما تروح وتشوف اللعيبه اصحاب واخوات مجالس الادارات، شفت اخر حاجه صوره النادي الاهلي ونادي الزمالك، يعني ما الامور اسهل ما الناس بتتخيلها. فاتمنى الاعلام ما يوصلش صوره، لان في الاخر دول مصريين، سواء اهلي ولا زمالك، دي مصر اللي خسران اسم مصر. طب كابتن، هو الاعلام برضو حاسس ان في فترات كتيره وبيظلم الحكام، بيبقى قاسي عليهم قوي في بعض في بعض الاوقات، وفي بعض الاوقات بيقف مع الحكام. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا لعبت الاهلي والزمالك السوبر بالاعلام. الاعلام كله كان بينادي بحكام مصر، وكان مرشحني بقوه. فلما لعبت الماتش كان بيساندني بكل قوه، وساند حكام مصريين كتير جدا. خلي بالك، كنت باجي اقول الاعلام سبب التعصب، لكن في اعلام محترم جدا، في اعلام ملوش مصلحه. ودايما بقول الاعلام الصحيح بيبقى ليه تاثير كبير جدا في المنظومه في مصر. طب كابتن، ما جبت سيره التعصب، شايف ايه الروشته علاج الاعلام الرياضي عشان نحاول نقضي على التعصب الرياضي اللي موجود في الوسط الرياضي؟ يعني عايزين ننشر، يعني يبقى في وسائل الاعلام توضيح اكتر للناس، ويعني قصدك يلتزم المهنيه؟ يعني خلينا في المهنيه، خلينا نبعد عن اي حاجه، وخلينا نقول اللي احنا شايفينه صح، عشان حتى المشاهد لما يتلقى المعلومه يكون واثق فيها. ما نحاولش ننقل اي حاجه مش مظبوطه، لان ده بيعمل تعصب. خلي بالك التعصب ممكن يا كابتن يكون ده بعض اتجاه الاعلاميين عشان هي دي اللي هم تعيشوا. احنا لما التعصب زاد في وقت من الاوقات، ايه اللي احنا جنيناه؟ ناس ماتت، ونشاط وقف، يعني وجماهير مش في الملعب. لغايه دلوقتي ما رحناش للنقطه اللي احنا نتمناها. وصلنا ل 20,000، حاجه كويسه جدا، لكن ما تنساش انا لعبت 100,000 في الاستاد. الجماهير يا كابتن طبعا، الجماهير هي روح المباريات، هي روح المداحنه. والله مش عايز اقول لك، لما ما كانش في جماهير وكانت بتجي لنا ماتشات بره مصر والاستاد يبقى مليان، الواحد كان بيحس بالحسره، يعني حاسس ان ده الحكم يا كابتن بيتاثر بوجود الجماهير او عدم وجودها؟ انا بيبقى لود عليه. اللي يتاثر ده الحكم لسه الصغير، لسه ما عندوش خبرات. لكن كل ما تبقى حكم كبير وعندك خبرات، بتستمتع بالجماهير. يعني يبقى داخله كده وانت داخل الاستاد مليان، كنت قمه الاستمتاع بيها. كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام، راضي على الحكام المصريه بنسبه كام في المية؟ 75%. 75%. يعني لسه في شغل تاني ان شاء الله هنشوفه طبعا. بعد نجاح طبعا الحكام المصريه في الافريقيه اللي فاتت. نجاح الحكام في افريقيا، ونجاح التحكيم المصري، ان احنا عندنا دلوقتي صف اول وصف تاني وصف تالت وصف رابع في خلال فتره قليله جدا. كابتن محمد، كده فقرتنا خلصت، وهندخل على الفقره الثالثه، صوره وتعليق. اول صوره معانا كابتن جمال الغندور، رمز وتاريخ كبير للتحكيم المصري، وحاجه عظيمه وحاجه جميله كابتن جمال الغندور. تاني صوره معانا كابتن عصام عبد الفتاح، نفس الكلام، رمز كبير برضه، اسم وتاريخ في التحكيم المصري. كان في بعض الاخطاء كابتن في اثناء فتره توليهم للتحكيم لما مسكت نائب رئيس لجنه حكام؟ اي لجنه ليها اخطاء، عشان بس انا ما اطلعش اللي انا، لا احنا مثلا، لا، اي لجنه ليها اخطاء وليها ايجابيات كبيره جدا. يعني كل اللجان كده. في اخطاء كابتن مؤثره بالفعل
على سير العمل، وفي اخطاء ممكن تتداول. ماشي، بس يعني لما تبقى في اخطاء مثلا، كابتن عصام مش هو اللي بينزل يحكم، كابتن جمال مش هو اللي بس بينزل هو اللي يحكم. بيدير المنظومه. بيدير المنظومه، بل الاخطاء وارده موجوده، ممكن ما في فتره الحكام مش موفقه فيها مثلا. كابتن محمد فاروق راضي عن الفترتين السابقين لفتره كابتن جمال وكابتن عصام؟ راضي. طيب نشوف السؤال اللي بعديها. المعلق الرياضي كابتن حفيظ دراج. معلق كبير وعنده تاريخ. تبقى كابتن الصوت المصري ولا الصوت التونسي ولا الجزائري ولا السعودي؟ لا المصري بس مش كله يعني، لكن بحب التونسي برضه، من الناس اللي مقربه اللي احب اسمعها. كابتن عصام الشوالي مثلا. طبعا. شوف الصوره اللي بعديها. كابتن ايمن الكاشف المعلق الرياضي. ايمن حبيبي، وسعيد بقى زينا برضه. كابتن ما عندكش بعض الاعتراضات كده على بعض الجمل القطايف واللطايف والحاجات اللي بالعكس ده بتضيف لذيذ، شايفها انها لذيذه لذيذه جدا في التعليم. جدا. طبعا. شوف السؤال اللي بعديها. كابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت حبيبي برضه، كابتن مدحت شلبي من الناس اللي اثرت للتعليق الرياضي. شايفها كابتن انجح في التعليق ولا في التقديم؟ في التقديم ولا في التعليق؟ لا يمكن في التعليق احسن عشان بعض الازمات اللي بيقولها الجميله اللي مع انه كان بعض الازمات اللي كان الشعب المصري غير متقبلها. ليه؟ لا في بعض الحاجات اتقالت ما كانش الشعب المصري متقبلها من الكابتن مدحت، هو عدلها بعد كده، بس كان في المجمل العام هو مميز. نتفرج عليه ونسمعه. السؤال اللي بعديها. مستر بريرة. لا طبعا الراجل هو اديله قد ايه موجود؟ سنه باقي له حوالي 6 شهور تاني، يبقى سنه ونص. اتمنى بعد ما يخلص. جددوا له يا كابتن طول 6 شهور؟ لا هو ما جه العقد سنه ونص. العقد سنه ونص بس يعني على اساس يشوف الفتره ويقيمه. طبعا. تمام. فما ينفعش والموسم شغال وتيجي تقول لي قيم لي، لكن مع نهايه الموسم اكيد هتبقى في يعني خليني اقول لك هيبقى في برنامج اتعمل ومرحله عدت فيها تطوير، هتبقى كل حاجه بالورقه والقلم، وهتطلع وهنقول للناس الراجل ده اشتغل ازاي. انت راضي يا كابتن عن اداؤه طبعا مستر بير؟ راضي طبعا عن اداؤه طبعا، بس خلي بالك برضو هو زيه زي المصريين، اكيد عنده اخطاء. في اخطاء يعني طبعا اكيد. بص في خطه يا كابتن هو تقريبا وضعها، في خطه هو وضعها، في خطه وفي لائحه كان بيمشي عليها، وفي لائحه معتمده من اتحاد الكوره بيشتغل بيها. بس دايما الناس مركزه على الجانب يعني ممكن مثلا تقصد لائحه ماديه ولا لائحه عمل؟ لائحه عمل كامله متكامله، هو الراجل جاي بيشتغل بيها. فانت ممكن تيجي زي ما بتقول اخر الموسم وتقيمه، لكن مش هينفع تقيمه والموسم شغال. لكن دلوقتي ببص بشوف ان في ناس مركزه زي ما بقول لك، عنده سلبيات اكيد زيه زي المصريين، مركزه على السلبيات بس. طب الايجابيات فين يعني؟ قصدك نجاح الحكام المصريه في افريقيا ده حاجه ايجابيه طبعا. حاجه ايجابيه طبعا للجنه لينا وللجان اللي قبل كده. يا كابتن كل الناس بتحترض علشان بعض اداء الحكام في الدوري المصري، يعني ده وارد، الاخطاء وارده طبعا. أيوة خلينا بس انت عارف بالورقه والقلم، ايه الاخطاء كام في المية في الدوري المصري؟ ايه الاخطاء يعني انت وانت كده قاعد دلوقتي، هل تفتكر اخطاء مؤثره كتير في الدوري المصري؟ هتلاقيها لا تتعدى 5%. كابتن محمد في حد هنا معانا بلغ كابتن حفيظ ان حضرتك يعني عايز اعمل مداخله. كابتن حفيظ دراج. اتفضل. مساء الخير كابتن محمد فاروق. السلام عليكم كابتن حفيظ. مساء الخير كابتن الكابتن محمد فاروق. مساء الخير. صراحة كابتن محمد فاروق، يعني ما قلته عن التحكيم في مصر انه افضل شيء في القارة الافريقية هذا غير مغلوط، لانه التحكيم في مصر ليس عادلا، وهنالك مجاملات بين الفرق في الدوري المصري، وانه الدوري الجزائري هو افضل يعني افضل منطقة في افريقيا لديها تحكيم جيد وتحكيم رائع. كابتن حفيظ اكيد طبعا الدوري في الجزائر والتحكيم كويس، لكن التحكيم برضو الكابتن محمد بيتكلم عن التحكيم من فضلك يا استاذ، التحكيم في الجزائر افضل بكثير من التحكيم في مصر، لانه التحكيم في مصر هنالك فرق تاخذ حق فرق اخرى عن طريق المجاملات وعن طريق اشياء اخرى. يعني ما حدث من الكابتن محمد فاروق ما قالوا عن الجزائر وعن شمال افريقيا باكملها، هذا ليس كلام صحيح. واضح ان انت ما اتفرجتش على البرنامج اصلا، يعني واضح ان حد قال لك كلام
فانت بتقول اي حاجه وخلاص وما قلتش كابتن اصلا. محمد يعني اللي قال لي هذه الاشياء كان شخص مقرب مني وقال الحديث، لا ويعني لا هذا لا غير لا راضي. لا، قول له وانا في ركز. مصر حاليا، انا في بص مصر يا حاليا كابتن، وراح بس اقول لك اكون على قادم حاجه، اليك حالا قول له ركز شويه. المدينه. شكرا لك كابتن محمد كابتن فاروق. حفيظ اللي وصلك الرساله وصلها لك غلط يا قول كابتن له حفيظ. ركز شويه. اولا كابتن حفيظ احنا ما قلناش الكلام ده طلع خالص. يا كابتن بنحترم. تقريبا حد بلغه ان حضرتك احنا اتكلمت، بنحترم. انت شكرت فيه على فكره في ما انا التعليق، بقول كلام لك، هو كابتن واضح ان حفيظ هو ما كلام اتفرجش على كويس. الحلقه اصلا هو او ما ما شافش اتفرجش حاجه. اه. فلازم يكون مركز اكتر من كده. ثانيا احنا بنحترم الجزائر وتونس والمغرب وكل الكلام ده كله هو معلق رياضي كبير وله كل الاحترام لكن طبعا. ان هو يتكلم على التحكيم المصري، لا التحكيم المصري هو ممكن يكون اللي بلغه ان حضرتك اتكلمت عن التعليق، فهو داخل يتكلم عن التحكيم مع احنا حضرتك. حتى في التعليق اتكلمنا عليه كويس. اتكلمنا عليه كويس، طيب وصلك اللي وصله برضو انا وصله الرساله مع غلط. احترامي ليه لا اسمح بيه انه يقول التحكيم المصري فيه مجاملات ولا مشاكل، لا خالص. ما انا يعني احنا مش عايزين نوصل ونقول لك لا انت عندك مشاكل كبيره جدا، ونقدر نتكلم على التحكيم برضو هناك في الجزائر، لكن احنا بكل حب وتقدير واحترام لكل حكام الجزائر. هو شجاع الجزائريين لهم يتفرج كل بس على الاحترام الدوري طبعا. المصري ويقعد ويركز شويه كده هيعرف التحكيم المصري فين بالظبط. طبعا يا كابتن كلامك مظبوط. كابتن محمد، شايف ان السنه ونص كافيه لرئيس لجنه الحكام لتقييمه، والمفترض يبقى الفتره ممتده عشان ما يبقاش هو قاعد عارف انه في اي فتره ممكن يمشي؟ لا، ما هو انت بعد سنه ونص هتقيمه. يا تجدد يا ما تجددش بناء على الشغل اللي انت شغلته طول السنه ونص. طب خطه العمل اللي حاططها لمده سنه ونص، ولا انت برضو المفروض بخبرتك شايف ان المفترض الخطه تبقى طويله المدى شويه عشان اطلع حكام من تحت وصف تاني؟ انت عشان تجيب حد يشتغل تطوير ما ينفعش تجيبه وتقول له مثلا بعد كذا انا عايز اشوف. لازم الخطه دي يبقى ليها 3 مراحل: قصيره المدى، متوسطه المدى، بعيده المدى. تمام كويس. عشان انت تقدر تعمل حاجه زي كده. لكن انا دلوقتي هجيبه بعد سنه ونص هيقول لك في تطوير وهيقول لك في شغل، بس انت محتاج وقت كبير عشان فاهم منك انتوا شغالين دلوقتي على قصير المدى. احنا دلوقتي على قصير المدى وبدانا نروح للجزء المتوسط، لكن على كويس. بعيد المدى ده يا كابتن المتوسط اللي عملته طيب كده نعرف الناس، عشان حتى بعض الانتقادات اللي بتيجي للتحكيم نعرف الناس ايه اللي الكابتن محمد فاروق ورئيس لجنه الحكام وصلوا له كتطوير في الفتره اللي فاتت. بص هقول لك على حاجه. الدوري هنبدا بالحكام الدوليين. تمام. الحمد لله رب العالمين كان لنا دور، مش هو الدور الكله، لكن برضه لابد ان نشكر كل اللجان السابقه اللي اشتغلت مع الحكام دي ووصلتهم، اكيد لهم دور كبير جدا. احنا كان لنا دور ودور مؤثر جدا، اللي احنا خلال السنتين اللي فاتوا ما جبناش حكم اجنبي لاي مباراه. طب صراحة ما قلته عن التحكيم في مصر هو هذا صحيح طبعا، ومحترمي الكبير لحضرتك، فانه التحكيم في الجزائر افضل من كثير. والبرنامج اسمه دخول مفاجئ. ده حافظ دراجة ده. تعالى يا كابتن. ده برنامج يا كابتن دخول مفاجئ. كل سنه وانت طيب في رمضان، والراجل ده بيحبك وكان بيقلد كابتن حفيظ. طبعا الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق من الحكام الكبار، وانه افضل حكم موجود في القاره وليس في مصر فقط. وهذا كانت بعض المصحى من اجل حضرتك اللي الشعب الجزائري كله يحبك والشعب المصري ايضا. شكرا لك كابتن محمد فاروق. انا بشكرك وبشكركم. شكرا يا كابتن. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع نجم جديد ودخول مفاجئ. السلام عليكم.